السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ ولاء. النهاردة إن شاء الله من مطبخنا هنعمل لكم وصفة جميلة، وهي وصفة البرجر وعيش البرجر بطريقة سهلة جدا. وبكده هنعمل 2 في 1. ساندوتش البرجر غالي طبعا بره، هنعمله أطعم وأوفر كمان، وكل حاجة هتكون مضمونة. وهتكون مضمونة في قلب البيت، والطريقة إن شاء الله هتكون سهلة علينا ومش صعبة خالص. يلا نروح مع بعض للطريقة والمقادير، ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. المقادير ان شاء الله معانا هتبقى نص كيلو من الدقيق، وربع كوب من الزيت، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وخميرة باكو، ونص معلقة من محسن الخبز، ومية دافية للعجن، وعلبة زبادي اللي هي الصغيرة، ومعلقتين كبار من الخل، وطبعا رشة ملح. دي المكونات اللي عندنا، وسهلة ان شاء الله، وهتطلعي احلى عيش برجر. اول حاجة هنروح لطريقة التحضير. عندي مية دافية. ببدأ طبعا اعمل تيست للخميرة. بنزل بالسكر وعليه الخميرة كده، واقلبهم الاتنين مع بعض اول حاجة، واسيبهم على جنب. هروح بقى للمواد الجافة. هنزل على الدقيق بالملح والبيكنج باودر ومحسن الخبز، واقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنزل بعلبة الزبادي الصغيرة. الزبادي بيفرق جامد جدا في عجينة البرجر في العيش. ممتاز، بيدي العجينة يعني بيبقى بيخليها ممتازة جدا، وهتشوفوا بنفسيكم لما تعملوا طريقة العجينة. اقلب كويس جدا. خلاص نزلت الخميرة بعد ما اشتغلت معايا. وبعد كده هنزل بقى بالميه والم الدقيق، وطبعا على كل على حسب كل دقيق ما بيحتاج. طبعا بنلم العجينه خلاص، كل دقيق بيختلف عن التاني. اخر حاجه بقى، بعد ما لميت العجينه خلاص، هنزل بالربع كوب من الزيت. وبكده احنا بقى ايه، خلاص هنعجن بضمير كويس جدا. بيفرق جامد جدا، احنا لازم نعجن العجينه لمده 10 دقايق على الاقل. بتديكي نتيجة كويسة جدا لما بتعجني العجينة فترة من مدة 5 دقايق ل10 دقايق. وهوريكم دلوقتي وانا بعجنها. كملت عجن خلاص، وبوريكم شكلها خلاص. هحطها بقى في البولة واسيبها تخمر، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. نغطيها بقى ونسيبها تخمر. هروح بقى للبرجر. هنعمل ايه بقى؟ هننزل عليه بالتوابل بتاعته، سهلة جدا. اول حاجة هننزل ببياض البيضة. معايا هنا لحمة، وبنزل عليها بياض البيضة، وبعد كده معلقتين كبار من البقسماط. وبعد كده عندي هنا توابل البرجر، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الاسود. بس هدخل كل التوابل في قلب اللحمة كويس جدا. خلصنا خلاص، دخلنا كل التوابل في قلب اللحمة. هنشوف هنعمل ايه مع بعض عشان نشكل البرجر. انا عندي هنا القطاعه، وطبعا عندي الغطا. لو ما عندناش القطاعه هوريكم هنعمل ايه بالغطا. طبعا كل البيوت فيها متاح لينا الغطا. اي غطا برطمان في البيت موجود. انا جبت عندي هنا اكياس بلاستيك بتاعت السندوتشات، قطعتها على 4 ارباع. هاخد ربع ربع ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هكور كوره من اللحمه وادخلها داخل القطاعه زي ما انتم شايفين، وطبعا الكيس تحتيها، واضغط كويس جدا علشان البرجر ما يفتحش معايا على النار خالص، وتساوي الشكل كويس جدا. مهم جدا عشان يطلع كل الاحجام متساويه مع بعضيها. سهله خالص اهو. وهرفع بقى ايه بعد ما خلصت وضغطت كويس وسويت الشكل، هرفع القطاعه قدامكم بكل سهوله. لو عندكم القطاعه دي اعملوا نفس الطريقه، ما عندكوش هنشوف الطريقه التانية الغطا دلوقتي. بس كده، وهنرفع بس. اهو ده بقى شكلها جميل جدا. حتى لو انت عايزه تخزني كميه بتخزنيها، وبيبقى بالشكل دوت، وتحافظي عليها في الفريزر بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. وبكده خلصنا خلاص الطريقه بالقطاعه دي. هنعمل بقى الطريقه التانية بالغطا اللي موجود عندنا في كل بيت. هنجيب معانا ربع كيس من الربع التاني اللي احنا قطعناه،
وهنحط كده داخل الغطا زي ما انتم شايفين الكيس، وهكور كرة من اللحمة وهضغط عليها كويس جدا. اهم حاجة اضغطي كويس جدا على اللحمة داخل الغطا زي ما قلنا علشان ما يفكش مننا على النار. كده خلصنا خلاص، والشكل هيطلع متساوي وجميل اهو. شفتوا بقى سهل ازاي؟ وكلنا عندنا الغطا في قلب البيت. هنخلص بقى الكمية ونشوف مع بعض هنعمل ايه. خلصت بقى الكمية كلها خلاص، هدخله الفريزر لمدة ساعة، وبعد ساعة هنشوف هنعمل ايه مع بعض. على ما حطيت خلاص في الفريزر البرجر، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل العيش دلوقتي. رشيت دقيق في الصينية وهبدأ اكور العيش خمر خلاص. هناخد كرة كرة اللي احنا عملناها الاول، ونبدأ نشكل العيش قدامكم دلوقتي. هنفرده لنص سنتي بس كده، فردناه نص سنتي. هجيب كرة تانية وافردها نفس الطريقة بالظبط، واحاول على قد ما اقدر يكونوا متساويين علشان احط الطبقة فوق الطبقة بالظبط. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. فردت خلاص، عندي فرشة هدهن بزيت بين الطبقة والطبقة، واحط اشيل الطبقة التانية واحط الطبقة التانية بتاعة العيش، بس مش اكتر من كده. هعمل واحدة تانية قدامكم وهوريكم تاني. هجيب كورة واوريكم تاني. سهل خالص الفرد، هنفرده لنص سنتي. طبعا لسه هيخمر. واجيب واحدة تانية وافردها. وادهن بالزيت زي ما انتم شايفين، واحط الطبقة التانية عليها. وبكده خلصنا شكل العيش بالشكل دوت، وده طريقة تشكيله. خلاص بعد ما خلصته عندي صينية مسحاه بمسحة زيت، هرص فيها العيش عشان اسيبه يخمر. وبعد ما يخمر هحضر عشان ادهن الوش. هحضر عندي حليب وهدوب فيه نص معلقه من نسكافيه، ومعاه رشه من السكر، وهدهن الوش زي ما انتم شايفين. هدوبهم مع بعض وادهن الوش، مش اكتر من كده. وده اختياري، عايزه تعمليه بسمسم عايزه تعمليه ساده، دوت اختياري. انا هنا رشيت على وشه سمسم. انا اكون بقى مسخنه الفرن، ادخله الفرن على درجه حراره 200، وبعد ما يخرج نشوفه مع بعض. بعد ما خرج البرجر من عيش البرجر سوري من الفرن، ده شكله ما شاء الله عليه. ده الحشوات اللي ادخلها داخل العيش جوه، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه دلوقتي واحنا بنعمل الحشوات. اول حاجه بقى انا هروح على النار بقى. لسه خلاص طلعت البرجر من الفريزر بعد ساعه. هبدا اسويه بقى على النار. محضره طاسه ودهنها بدهنه زيت، وهنزل بالبرجر على احطه على النار اهو. شوفوا بيطلع معايا بكل سهوله، وشوفوا المقاسات كلها واحده ازاي ومظبوطه ازاي. عايزه اوريكم شوفوا شكله وانا بطلعه من الكيس. تقدري تحفظيه في الفريزر بكل سهوله من غير ما يلزق على بعضيه. قلبته الناحيه التانية اهو، سهل اهو، مفكش معانا ولا اي حاجه. تبلناه بطريقه مظبوطه وعملنا له العيش بتاعه. كده خلصناه خلاص. هنبدا بقى ندخله داخل العيش. شوفوا العيش بيتفتح معايا بكل سهوله ازاي، ما شاء الله عليه، تحفه.
حاجه جديده جميله كده في قلب البيت. طبعا اول حاجه احط المايونيز وعليه الكاتشب. اعملي بقى اللي انت عايزاه. ادي احنا عملنا طريقه العيش وعملنا طريقه تتبيله البرجر بطريقه جميله جدا، وبكده تاكلي احلى ساندوتش برجر ان شاء الله. حط البرجر زي ما انتم شايفين، حطيت الخس وفوقه البرجر، وعندي شرائح من الجبنه حطيته عليها، واي حاجه بقى عندك اعملي اللي انت عايزاه. حط عليه طماطم شرائح وبصل شرائح، وكمان هعيد نفس النظام. احط بقى في النص التاني من العيش معلقه من المايونيز، طبعا بتدهني عادي براحتك، وعليه كاتشب. وبكده خلصنا الساندوتش خلاص. حط النص التاني بتاع العيش عليه بالشكل ده، ما شاء الله عليه روعه. ايه رأيكم بقى؟ خلصنا بقى الكمية بالشكل ده، وده بقى قدامنا احلى ساندوتش برجر ما شاء الله، معمول في قلب البيت، وكمان مضمون، وكمان حاجة جميلة جدا وروعة. ان شاء الله تقدري تقدميها بقى للاطفال اللي بيطلبوها مننا، وبره غالي علينا، فان شاء الله هنعمله في قلب البيت وبطريقة سهلة ان شاء الله. وعملنا 2 في 1. ودي كانت وصفتنا اليوم. يا رب يعجبكم الوصفة، ويا رب اكون افدتكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب، وتشيروا الفيديو مع الاهل والاصحاب، وتستنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.